السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض عجينة الطعمية. وفي الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنعرف كل اسرار الطعمية، وازاي الطعمية تطلع معاكي خفيفة وهشة كده وفي نفس الوقت مقرمشة من بره. وزي ما انتم ملاحظين العجينة ما شاء الله بتتكلم عن نفسها يا جماعة، ما تفرقش عن بتاعة بره. وعايزة اقول لكم الطعم والريحة احلى من بره مليون مرة. حاجة كده عاملاها على ايديك نظيفة. وغير كمان ان احنا النهاردة هنقلي شوية كده مع بعض ونفرز الباقي، وفي نفس الوقت هنعرف ازاي نفرزها بطريقه صح علشان لما تيجي تقليها تبقى كانك لسه عاملاها دلوقتي حالا. يا ريت بقى كل اللي هيتابع معانا الفيديو يتابعه من الاول للاخر، لان الفيديو كله معلومات مهمه يا جماعه. وما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه تفعيل زر الجرس على كلمه الكل علشان توصلكوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في الطريقه. واول حاجه النهارده معانا في المقادير النهارده يا جماعه وهي الفول المدشوش. طبعا معانا كده نص كيلو من الفول المدشوش. طبعا الفول ده منزوع قشره او منشال القشره اللي عليه ومقسوم نصين كده زي ما انتم ملاحظين. ويا ريت يا جماعه واحنا بنختار الفول نختار الفوله الكويسه اللي ما بتكونش مخرمه او فيها اي خرام علشان ما تبقاش مسوسه. وبالنسبه لسعر كيلو الفول المدشوش بالنسبه للمحافظه اللي انا ساكنه فيها سعره كده الكيلو ب60 جنيه، يعني دول كده نص كيلو ب30 جنيه. دلوقتي بقى هنعمل ايه في الفول ده؟ هناخده بقى ننقيه ونغسله غسله كويسه كده، وبعد كده بقى هنسيبه يتنقع. هنسيبه بقى يتنقع كده لمده ليله كامله، يعني 12 ساعه. وده علشان لما تيجي تفرميه يتفرم معاكي بكل سهوله، تبقى الفوله كده طريه وتتفرم معاكي بدون مجهود. وده كان شكل الفول يا جماعه بعد ما اتنقع كده لمده 12 ساعه. طبعا الفول حجمه بيتضاعف، وفي نفس الوقت برضو الفوله بتلاقيها طريه كده وبتقطب معاكي بمنتهى السهوله. لو مسكتيها كده بايديكي بتقطب معاكي. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ بعد ما نقعنا الفول ليله كامله هنبتدي بقى نصفيه كده من الميه بتاعته، ولازم نصفيه كويس جدا جدا. وبعد ما بصفي الفول هاخده دلوقتي اغسله كده على الحنفيه واصفيه مره تانية. وبعد كده بقى هنضيف عليه بقيه الاضافات، يعني لازم تشطفيه كده من الميه بتاعه النقع. دلوقتي بقى هضيف ايه؟ هضيف بصلايه كده زي ما انتم ملاحظين، بصلايه صغيره مش كبيره. وده علشان احنا محتاجين الطعميه مش يبقى فيها ميه كتير، فما تكتريش البصل عشان البصل لو كتر هيخلي عجينه الطعميه تفك منك. دلوقتي بقى معايا كده 10 فصوص من الثوم، وطبعا زي ما انتم ملاحظين 10 فصوص كبار. ودي كده ربطه كبيره من الكرات. لو ما عندكيش الربطه كبيره زي دي تقدري تحطي ربطه ونص. دول كده بالميزان 100 جرام. وطبعا مش شرط الميزان خالص، زي ما انت شايفه كده انا عاملاهم بايديا علشان يظهروا قدامك قد ايه. انت بقى لو ما عندكيش الكرات ده او مش متوفر تقدري تحطي مكانه كزبره خضراء. ممكن تحطي كزبره خضراء وبقدونس، بس عايزه اقول لك البقدونس هيغمق اللون بتاعها شويه. يعني افضل حاجه للطعميه يا اما الكرات يا اما الكزبره الخضراء. حابه تجمعي بين الكرات والكزبره الخضراء هتحطي برضو ساعتها كده 100 جرام من الخضره، ما تكتريش اكتر من كده علشان خاطر الطعميه تطلع معاكي مظبوطه. وبالنسبه للي ما عندوش ميزان هتحطي ساعتها ربطه كرات وعليها نص ربطه كده من الكزبره الخضراء. وبعد ما حطيت الخضار والثوم والبصل هبتدي بقى اقلبهم كده مع بعض. وبعد كده بقى هجيب الكبه او محضره الطعام وابتدي بقى اضيف فيها كده المكونات زي ما انتم ملاحظين. وعلشان المكونات تتفرم كويس يا جماعه لازم نفرمها كده على كذا مرحله. يعني دلوقتي الكميه اللي انا هعملها دي هفرمها على 3 مرات، مش هامله الكبه قوي علشان تتفرم معايا كويس، وفي نفس الوقت برضو علشان الكبه ما تسخنش مني. دلوقتي بقى هحط كده كميه وهبتدي بقى اضيف كده شويه من الميه. دول كده نص كوبايه من الميه او 100 جرام من الميه. هضيفهم كده على 3 مرات. طبعا زي ما انا قلت لكم كده انا هفرم الكميه كلها على 3 مرات. كل شويه هحط كده حبه من الكوبايه. وطبعا الميه اللي انا بضيفها ميه عاديه جدا من الحنفيه بدرجه حراره الغرفه. ودلوقتي دي اول كميه كده عملتها معايا. طبعا في كل مره هتبقى عجينه الطعميه مختلفه عن التانية، يعني في ال3 مرات اللي احنا هنحط فيهم العجينه كده في البول او في الطبق هتطلع العجينه شكلها مختلف عن التانية. وده بقى ليه؟ لان طبعا كميه الخضار اللي بتحطيها كل مره بتبقى مختلفه عن كميه الخضار اللي انت حطيتيها في المره اللي بعدها، لان طبعا انت مقلبه كده برضو تقليب عشوائي مش ظابطه كميه الخضار في كل مره. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنضرب ال3 كميات كده على 3 مرات زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده بقى هنقلب الكميه كلها على بعضها فنسبه الخضار ساعتها هتتظبط. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده دي المرحله الثانيه. هضيف برضو كده شويه من الميه، وبعد كده بقى هضرب الكميه الثانيه. انا بالنسبه لي هضرب الكميه الثانيه كده معاكم، وعلشان مش هطول عليكم مده الفيديو هضرب الكميه الثالثه كده مع نفسي وهضيفها برضو قدامكم. يا ريت بس واحنا بنضرب الكميه في الكبه على ال3 مرات نريح الكبه كده من مده للتانيه، وده علشان الكبه ما تسخنش مننا وما يجرالهاش اي حاجه. طبعا الفوله طريه وهتنضرب معانا بمنتهى السهوله، بس طبعا لمراعاه ان الكبه ما تسخنش مننا لازم نريح الكبه من مره للتانيه كده
انا كنت بضرب شويه واريح شويه. ودي الكميه التانية كده اهي يا جماعه. وزي ما انا قلت لكم كده انا هضرب الكميه التالتة مع نفسي، وهوريكم برده شكلها كده واحنا بنفضيها. وده علشان طبعا هتلاقي كل لون حته عجين غير التاني، يعني في ال3 مرات اللي احنا ضربنا فيهم العجينه كل لون عجينه غير التاني. وده علشان طبعا نسبه الخضار زي ما انا قلت لكم كده واحنا بنحطها طبعا مش بنحطها بالتساوي. دلوقتي بقى دي العجينه التالتة او الكميه التالتة، هبتدي بقى اضيفها كده على البوله. شايفين بقى في الخطوه دي كانت كميه الخضار قليله شويه، علشان كده لون العجينه طالع كده لونه فاتح. وفي نفس الوقت برضو ممكن كميه الميه وانتي بتضيفيها كده على الخليط مش بتضيفيها كده بالتساوي، يعني بتضيفي كده حبه غير التانيين. اهم حاجه ما تزوديش عن نص كوبايه في ال3 مرات. ودلوقتي بقى علشان العجينه كلها تبقى قوام واحد وكلها تبقى بنفس اللون زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا اقلب العجينه كلها كده مع بعضيها كده، هتديني بقى نفس اللون ونفس القوام. وعلشان برضو العجينه تبقى ناعمه معاكي اكتر حاولي تضربيها على مرتين، ممكن تضربيها في الاول خشن شويه وبعد كده تنعميها تاني على الكبه. انا بالنسبه لي هقلب كده العجينه مع بعضيها وهرجع اضربها مره تانية، بس المره دي بقى هضربهم كده على مرتين لان العجينه طريه وسهله معايا، فهتتضرب على مرتين مش هتبقى تقيله على الكبه. ده الجزء الاولاني يا جماعه من العجينه، انا ضربته مره تانية علشان العجينه لو فيها اي حته خشنه تنعم معايا في المرحله دي. وفي نفس الوقت ضرب العجينه مره تانية كده في الكبه بدون اي حاجه خالص بيخلي العجينه طالعه معاكي خفيفه كده زي بتاع بره بالظبط. ودلوقتي ده شكل العجينه يا جماعه، قوامها زي ما انتم شايفين كده، العجينه خفيفه كده وجميله جدا جدا. طيب دلوقتي بقى انا هعمل ايه، هاخد كده شويه في طبق علشان نقليهم مع بعض، والحبه الباقيين هنفرزهم في الفريزر. وعلشان تفرزي العجينه في الفريزر ما تضيفيش عليها اي توابل خالص في المرحله دي، علشان العجينه تطلع كانك لسه عاملاها بالظبط. هتروحي مطلعاها من الفريزر فكها عادي جدا، وبعد كده بقى بتضيفي عليها بقيه الاضافات اللي احنا هنضيفها دلوقتي مع بعض على الطبق اللي احنا هنقليه. يعني احسن حاجه علشان العجينه تبقى طازه كده وصابحه معاكي تحاولي ان انت تحطيها في الفريزر من غير اي توابل، وساعه ما تيجي تطلعي الكيس هتضيفي عليه التوابل بتاعته وتروحي قليه على طول. طيب انت هتفكي عجينه الطعميه ازاي؟ لو عندك وقت هتسيبيها كده من بالليل للصبح، يعني ممكن تسيبها كده من بالليل للصبح في التلاجة او لمده 3-4 ساعات كده بره التلاجة خالص، هتفك براحتها. انما انت بقى لو محتاجه ان انت تفكي الكيس في ساعتها على طول وتعمليه، هتروحي بقى حاطه الكيس ده في كيس تاني وتحطيه في حله ميه هيفك معاكي على طول. وطبعا انت بتحطي العجينه في كيس تاني علشان خاطر الميه ما تدخلش للعجينه، يعني كيس يكون محكم الغلق. دلوقتي بقى هعبي الكميه كده، وبعد كده بقى هنروح مطلعين منها الهواء او مطلعين الهواء كده من الكياس، وهبتدي بقى كده اربط الكيس. حابه اقول لكم ان كل كيس من دول هيطلع معاكي كده حوالي 17 حبايه طعميه. لا وايه، وحبايات طعميه كبيره زي اللي احنا شفناها كده في اول الفيديو، يعني ما شاء الله هتوفري وفي نفس الوقت هتاكلي حاجه نظيفه. وحابه اقول لك ان كانت ريحه العجينه كانت ريحتها خطيره وماليه البيت. عايزه اقول لك العجينه اللي بتعملها في البيت بتبقى مخدومه عن بتاعه بره. ودي شكل الكميه كلها بعد ما خلصناها يا جماعه. طبعا كل كيس من دول يعمل كيسين. انت بقى بالنسبه لك بتقسمي العجينه على حسب افراد الاسره. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله نص كيلو فول طلع معانا كميه حلوه جدا جدا. كل كيس من دول يا جماعه ثمنه كده دلوقتي 20 جنيه. احنا عندنا بالنسبه لنا في المحافظه اللي احنا ساكنين فيها حبايه الطعميه بتوصل من جنيه لجنيه وربع. ودلوقتي بقى علشان نقلي العجينه مع بعض هضيف كده معلقه صغيره من الكمون والكزبره، انا بطحنهم مع بعض، وهضيف شويه من الملح، وهضيف كده حبه كده على طرف المعلقه من بيكربونات الصوديوم، يعني حوالي كده ربع معلقه صغيره. لو ما عندكيش بيكربونات الصوديوم تقدري ساعتها تضيفي كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات. والبيكربونات الصوديوم يا جماعه هي الكربونات وبتيجي من عند العطار. ودلوقتي بقى معايا كده شويه من السمسم الابيض، وممكن تحطي سمسم احمر عادي، وهضيف عليهم كده شويه من الشمر. الشمر بيدي طعم جميل جدا جدا للطعميه. ولو مش حابه تحطي الشمر تقدري تحطي كده شويه من الكزبره المطحونه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا سخنت الزيت كويس جدا، وهبتدي بقى ابل ايديا كده بالميه. لازم تبلي ايديكي علشان عجينه الطعميه ما تلزقش في ايديكي. وبعد كده بقى هروح حاطه كده السمسم والشمر على عجينه الطعميه من الناحيتين، واروح حطها في الزيت. وزي ما انتم ملاحظين قوام الطعميه مظبوط جدا جدا علشان ما يفشكلش مني في الزيت. انتي بقى في المرحله دي لو حابه تضيفي بيضه على عجينه الطعميه تقدري تضيفي عليها. ساعتها هتحطي بيضايه صغيره كده على الكميه اللي احنا حطيناها ديت، وساعتها تحطي كده حبه من الفلفل الاسمر عشان مش يبقى فيه زفاره للبيض، وتقليها عادي جدا جدا، لان في ناس بتحب تقلي عجينه الطعميه بالبيض يا جماعه. حابه اقول لك بقى ان العجينه دي كده مركزه معانا، يعني طعم الطعميه هيطلع احسن من بره مليون مره. ودلوقتي بقى هقلب العجينه كده على الناحيتين لغايه لما تتحمر معايا وتوصل للدرجه اللي انا عايزاها، وبعد كده هطلعها. انتي بقى بتطلعيها يا اما في مصفى يا اما على مناديل ورق كده زي ما انتي شفتي كده في اول الفيديو. شايفين بقى الطريقه بتاعت الطعميه بسيطه وسهله خالص، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود،
وفي نفس الوقت برضو الخضار سعره هادي اليومين دول، فجيبوا كده واعملوا حاجتكم في البيت. عايزه اقول لكم ابرك من بره مليون مره، لان اليومين دول يا جماعه الاسعار غاليه جدا جدا. حبايه الطعميه بجنيه وبتبقى نص دي، يعني حتى كمان مش بتبقى قد الحبايه دي. دلوقتي بقى انا هطلع باقي الكميه كده مع نفسي وهرجع لكم تاني علشان مش هطول عليكم مده الفيديو. وده كان شكل الكميه بعد ما خلصتها، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله 17 حبايه طعميه، والحبايه كبيره كده زي ما انتم شايفين. طالعه معانا ريحتها تحفه، ريحه السمسم والشمر. عايزه اقول لكم قالب الدنيا. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. وعايزه اقول لكم انتوا لو حابين تضيفوا على الكميه اللي احنا حاطيناها دي معلقتين كده من الكزبره والكمون ضيفوا. انا بالنسبه لي صراحه ما رضيتش اكتر التوابل اكتر من كده، علشان الطعميه لونها يظهر معايا في التصوير، علشان اوريكم لون الطعميه طالع معانا ازاي. جربوا الطعميه في البيت يا جماعه، فرق جامد جدا جدا في ريحه الطعميه وفي ريحه الحاجات اللي انت بتحطها على الطعميه. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه. بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان توصلوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.